مرحبا، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. اليوم حنسوي المقلوبة بطريقة سهلة وبسيطة. يلا نبتدي خطواتنا وياي نروح للمطبخ. أول شي قليت الخضار والدجاج، بصل والفلفل بوتيتا باذنجان دجاج، ونشفته على كلينس الطبخ. وبعدين ضفت بالقدر خبزة، واذا عندك عيش كان ما متوفر عندي خلي عيش هم كلش طيب يصير وما يلتصق. هنا أنا خليت طماطة مقشرة على شكل حلقات، وبديت أضيف الدجاج والخضار، وطبخت التمن على جنب خليته ينطبخ كامل. وبعدين ضفت كل الخضار وضفت عليه، هنا أنا ضفت كل الخضار وضفت عليه التمن وخليته على النار يتهدر شوية، يعني مطبوخ كامل بس حتى الطماطة تستوي. صار عندي جاهز للتقديم، وهنا قلبته وطلعت قالب كامل. ما التصقت ليش؟ لأن اكو خبزة أو عيش، وإذا ورق مشحم اكو هم نفس الشي يصير. هنا أنا قدمته ويا الدجاجيك ويا الطرشي، وسويت كبة للتفريز. هنا 1.5 كيلو سويت حشوة وبردتها، و1.5 كيلو جريش وبرغل. الخلطة مالتي كل كيلو جريش 600 غرام من الجريش، 400 غرام من البرغل. بديت ألف. هاي الوجبة الأولى جهزتها، خليت الماء على النار حتى يغلي، وضفت له نومي بصرة مطحونة وليمون وملح وكركم. وهنا ما شاء الله ارتفعت للأعلى لأن خفيفة كلش، ما أخذت وقت يمكن دقيقة أو دقيقتين. طلعت الوجبة الأولى خليتها تبرد، وبديت أشتغل بالباقي. وهنا أنا هاي الوجبة الثانية همينة كملت وجبة وجبة أسوي وأخليها تبرد، وبعدين أفرزها وأخليها بالبراد. كبة الجريش كلش سهلة وما تاخذ وقت هواية، سهلة وبسيطة. ورا ما خلصت شربت فنجان قهوة واستراحت شوية على ما برد وفرزته. أتمنى لكم نهار سعيد إن شاء الله. دمتم في حفظ الرحمن، مع السلامة.